صحيح. يعني هي الموهبة، ودي حتة يعني يمكن في ناس بيبقى عندها الموهبة بتاعت ريادة الأعمال مثلا، أو فيها جزء هبة من ربنا يعني، وبيسموها النوليدج بوكت يعني، أو الحاجات التانية بقى اللي هو اتعلمها سواء بقى بدراسة، سواء بقصص فشل وقصص نجاح شافها، اتعلم من غيره، بيصرف فلوس على نفسه وبينفست عشان خاطر يتعلم كل يوم حاجة جديدة. بيترجم النوليدج دي لو ما ترجمتش المهارات على أرض الواقع، يقدر يستخدمها في ان هو يقوم البيزنس، في ان هو يبني تيم، في ان هو ده كل ده بيقولوا سكند بوكت يعني اوف سي او سكند بوكت اوف اي حد بيليد اي بيزنس. يوصلوا للثيرد بوكت اللي هو النتورك. ان يعني دلوقتي مثلا في ناس مجرد ما بتبدا بيزنس هي بيبقى النتورك بتاعتها بس هي قادره ان هي تقوم البيزنس. صح. يعني بس عشان كده الناس اللي بتدخل مع شارك تانك بتحس ان هو يعني بيشتري نتورك اكتر ما هو بياخد فلوس. واشطر ناس بتنجح في ده بالمناسبه هم اللي عندهم التو بوكيتس الاولانيين مليانين. هو عنده البوكيت بتاع النوليدج، وبعدين عنده البوكيت بتاع السكيلز، خلاص، بس هو ناقصه نتورك. فلما بيجي يتحط في الاختبار ده او بيدخل العالم ده بيبقى جاهز. لما بيحصل ان انت تدخل على بوكيت النتورك ده ومفيش نوليدج ومفيش سكيلز، الناس بتكتشف ان ده فاضي، الديل بيبوظ. النتورك دي بتبقى بالعكس، بقى فاير باك. الناس تقول لك ده الراجل ضحك علينا، ده ما طلع ابيض بس بيعرف يشو اوف، لكن هو ما عندوش حاجه. ويمكن ما هو دي بقى الحته، ان النتورك بقى لما بتكون جايه لحد مظبوط بتودي لي الريسورسز الانليميتد، بقى تتفتح ليه بقى الفرص والحظ اللي احنا بنحكي عنه.